كده. على امال عمرها ما طلبت مني تعديل عشان تسقطك مش معانا. تصدق السقف عندنا حلو قوي. والله بقى انس بجد انا اللي بطلب تعديل من عندي بقى. اهرب على فين؟ اهرب على فين؟ مرتب المكتب هتكنسيه يعني. احنا كلنا عشوائيين اللي احنا بنعمله ده اصلا. انتوا حضرتك دول؟ في بعض واكتر واحد هيتشاور عليه عنده 30 ثانية يدافع عن نفسه والا هيتعاقب. مين اكتر واحد بيعمل دراما على تعديل صغير؟ جماعة بقى مين؟ اي انت شرط على امان. هنا تو فوت هنا فوت. انت مين يا مان؟ اتنين. انا امان. ايه بقى؟ ايمان على كده 3 ايمان. كده 3 ايمان يبقى ايمان معانا. طب ما كده 3 انس. لا 2 انس. عمر وهدى وانا. شرط على ايوه يبقى هو ادي النقطة كل واحد. كل واحد منكم معاه 30 ثانية عشان يدافع عن نفسه. انس هم دول عملاء. هم دول عملاء. الرقابة دي بتاخده بقى ولا ايه؟ دول عملاء بذمتك. واحد يقول لي تعديلات ومش تعديلات وزهقت منهم. انا حاسه ان انا هوقعكم بعد. ده دافع عن نفسك كده بسرعة كلنا بسرعة. واحد يجي يقول لي عدي لي 5 6 مرات. ليه 5 6 مرات؟ ما يقول التعديلات كلها مره واحده. ده انتوا عملاء. بس ايه ده بقى فاتشه تاني. فاتشه تاني مش عارف اسيطر عليك قد البوم بقى الشوكه دي. ممكن ادافع عن نفسي في جملتين 2. ايوه جماعه انا ما بعدلش عشان انا عايزه اعدل، العميل اللي بيعدل. تحية العملاء. تحفة فنية. دلوقتي كل واحد فيكم دافع عن نفسه. مين فيهم ما قدرش يقنعكم؟ مين اكتر واحد بيطلب تعديل؟ اهو عمر بيشاور عليا. الكذب ده لا بس ايمان شاورت عليها. هو اللي ايمان لا انت بتسمعي تعديل. لا على امال عمرها ما طلبت مني تعديل عشان تسقطك مش معانا. انت بتشتكي ليه؟ انت بتشتكي ليه؟ تعالي شاور. انت مش كنت هنا. تعالي شاور. بس مفيش حد معاها فاحسب النقطة عليك. لا ايمو حبيبي اكتبي بقى انس 1 ايمان 1. انا حزينة. هتطلب منك تعديلات ليه؟ يلا كل يلا دلوقتي التحدي بقى اصعب وقدامك 15 ثانية بس عشان تدافعي عن نفسك. هدى بتبص لي بطريقه وحشه. والله ما عملت لها حاجة. يلا شغلي التايمر عشان مش هتعرف تقنع. مامي احنا طف عليا. 3 2 1 بدأ. شوكة. طيب ماشي يا جماعه، والله العظيم التعديلات دي ما بتبقاش مني، بتبقى من العملاء. العميل بيجي يديني التعديل فانا بديهولكم. طبيعي انكم انتوا تبقوا شايفين التعديل مني مع ان التعديل اصلا بيبقى من العميل. ستوب لا مش عايزة. ما اقتنعتش. شاور يا بنتي. دلوقتي ايمان دفعت عن نفسها وانتوا هتقرروا لو هي اقنعتكم او لا. لا ما عملتش والله. لا ما اقنعتنيش بصراحة. لا اقنعتني. ما اقنعتنيش. اقنعتني بصراحة. اعتقد لا، ان هي هتقول ما الاول لا هترميهم في الشارع. ايوه يا جماعه اهم حاجه ارضاء العميل. بقولك على بالنا يا انا مش بزاق. المعترض هم الفيديو اللي انتوا مش فاهمه قصدي. عشان هي كلامها معانا. انت مالك انت بتعمل انت تديري الحوار. هي مذيعة. مين اكتر واحد عشوائي؟ عشوائي مش عشوائي بمعنى ايه؟ عشوائي في العموم. بقول لك ايه ماشيه زي والله ما شاورت اصلا. امال ايه ايمان؟ اكتر حد عشوائي يعني ايه؟ اسمعي انا اللي ودني بقى. بمعنى ايه؟ اكتر حد عشوائي في العموم وفي تنظيمه وفي المكتب بيتحرك. لا مؤاخذة بقى. ايه ده لا مؤاخذة بقى. ايه ده؟ انا مش انا بشيل حاجة من ناحيته. انت هتقلبني من ناحية ايه؟ انا عشوائي. عايز افكر معاك بس. ايه ده انا
عشوائي. جبت ايه من عندك؟ انت بتشاور عليها وبتبصي لي ليه؟ انا عشوائي؟ طب والله بقى انس بجد. بص انا وانا ينفع افوت على من عندك على المكتب؟ ايوه ايوه عادي. انا ممكن اجاوب على 2 وإيه؟ ليه يا اسطى؟ مش جا يا جماعه عشان لقيت تحت مكتبها حاجات مقص. مش هقول ليه مقص. كانت بتعمل هدايا. انا عشان واخد المكتب بتاعي واستخدم. انا مالي يا عم. دي مشاكل عائليه. دي ما احنا كده دخلنا ديب قوي، احنا كده الناس دخلت معانا في الشارع. لما عملت انترفيو قال لي دي مكتبه. فكرت بقى على ده. انا عايزه على فكره كان مكتبي كنت ببدل انا وعمر عليه. انا بالي قال لي الادمان ده مكتب انس الجديد. قال له كل واحد بيتكلم. يوم لما انا جيت والله ده ما حصل. يا بنتي مش اللي كان اكتب المكتب انس جاي بكره. والله ما تحلفيش بالله. هو اصلا ما يقدرش يقول لي رتبي المكتب. الحوار ده وقولي يا جماعه مرتب المكتب هتكنسيه يعني. المفروض تكوني عرفتي مين العشوائي. احنا كلنا عشوائيين باللي احنا بنعمله ده اصلا. يعني احنا كده كنا ايه انا اكتشفت ان احنا كلنا عالم عشوائيه. طب بصي انا شايفه ان انت دلوقتي في المايك ان بعد الحوار ده عرفنا مين العشوائي وكلهم خدوا. كلنا عشوائيين. كل واحد يرفع ايده كده. يعني اخدت ده. طيب دلوقتي بعد اللي شفناه يا جماعه دلوقتي بعد كل اللي حصل ده احنا دلوقتي عرفنا مين عشوائي، والحقيقه ان شركتنا كلهم عشوائيين فكلهم اخدوا بوينت. مين اكتر واحد بيعمل نفسه فاهم هو اصلا تايه؟ ماشي احنا قلنا مش هنبقى. دلوقتي انا معايا 15 ثانيه بس يقنعنا فيهم هل هو عشوائي ولا لا. اهم حاجه تريح الزبون. مش الشوكه هنا. قولي دلوقتي نقدر اعمل ايه؟ قولي الفوت كده تاني. قولي الفوت كده. قولوا فوتوا ماشي دلوقتي ماشي اقنعكم ولا لا؟ انت اصلا راجل ما كانش متجوز اصلا. كده انت 3 يلا واحد يا ريس. ليه كله؟ مين اكتر واحد ممكن يقول الفكره بسيطه وبعدها بيطلب 6 لوكيشن و3 ممثلين وترابيزات بلياردو وبين؟ انا ممكن افوت عادي. هو واحد اللي بتكلم. دلوقتي هدى معاها 15 ثانيه عشان تقنعنا. طيب يا جماعه هو دلوقتي انا المفروض اهيئ لكم في دماغكم ان الموضوع جدعتي ولا ايه؟ ان الموضوع بسيط عشان انتوا ما تتقلوش. يعني انتوا لما تاخدوا الفكره ان هي تقيله مش هتعملوها، انما لما اقول لكم ايه الموضوع بسيط هتتعمل وهتبقى شكلها لذيذه قوي. خلصوا يلا بينا. يلا نفوت. يلا نفوت تاني. ال 15 يلا. ودلوقتي بس ودلوقتي هتقولوا هي اقنعتكم ولا لا؟ للاسف والله كان بودي. اكتر واحد فشل ان هو يقنعكم هيتعاقب. عمر معاه بوينت، عبد الرحمن معاه بوينت، ملك معاها بوينت، ايمان بوينت، هدى 2 بوينتس، وانس للاسف هو الخسران ب 3 بوينتس. دلوقتي انس المفروض يعمل لنا فويس اوفر درامي ويقرا جمله عاديه جدا بصوت اعلاني سينمائي. لو انت فيديو اديتور المخده دي مهمه جدا ليك، يعني لو العميل طلب منك تعديل ممكن تقتل نفسك بيها عادي، او ممكن تهدف بها اي عميل عادي، او ممكن تهدف بيها زميلك برضه في الشغل، او ممكن